تخيل معايا عزيزي المتابع وانت قاعد تتفرج على الفيديو في اوضتك وكله تمام، فجأة بوابة تتفتح قدامك وتنقلك لعالم تاني، تحولك من شاب عادي ما عندوش اي قدرات لشخص اسطوري هو الاقوى في هذا العالم. ايوه هو ده اللي حصل مع بطل قصتنا، الحلم اللي اتمنى اتحقق وكأنه في قرارة نفسه يقول: انا المسافر والاحلام تحملني، القلب بوصلتي والعقل مصباحي، الارض بيتي وكل الناس عائلتي، بالحب اوصل ارواحا بارواحي، امنت باليسر بعد العسر في ثقة بمن يحول احزاني لافراحي. السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، واخيرا بعد غياب رجعنا لكم بفيديو يمتع الاحباب، حرفيا ملحمة قتالية اكشن دراما احداث فوق الوصف انفجارية. ولكن قبل ما نبدأ فانا حابب اشكركم شوية، بصراحة هم شويتين ثلاثة كده عزيزي المتابع. فاول حاجة الفيديو اللي فات انا طلبت منكم توصلونا 15,000 لايك، قلت ده تحدي صعب واكيد يعني مش هنوصل، بس انتوا بجد صدمتوني، ده في خلال اول يوم بس وصلتوا لضعف رقم وهو 30,000 لايك، وحاليا قد تعدى 60,000. يا نهار ابيض، هو ده بجد ولا ايه؟ والله يا صديقي زي ما سمعت هو جيشنا بقى هنعمل ايه؟ لازم يدمر ويكسر كل الارقام الموجودة. تاني حاجة عاوز اشكركم عليها وهو تفاعلكم دايما معانا، فبفضل الله ثم بفضلكم خلاص يعتبر وصلنا 900,000 اخ واخت، خلاص فاضل تك على حلمنا وهو المليون مشترك، فبجد شكرا لكم من القلب. وعلشان كده بقى يا صديقي فانا جايب لك تحدي دمار. ايوه التحدي المره دي مش تحدي لايكات، لا ده تحدي اشتراكات، وهو اننا عاوزين نوصل 910,000 مشترك قبل يوم 22، وده اليوم اللي هخلص فيه امتحانات وخلاص اروق عليكم الفتره الجايه. وما تخافش مش ناسيك في الاجزاء التانيه اللي طلبتوها، فعلشان كده قبل ما نبدا ارزع اشتراك وصلي على النبي في البدايه، اسمع الفيديو للنهايه وهيا بنا نروي لكم احداث تلك الحكايه. الواد اللي قدامك ده يدعى ايفان، شاب محترم غلبان في منتصف العشرينات من عمره وحياته شبه مدمره، الدنيا مقحرطه يا عيني واخده رايح جاي، وحتى الشغلانه اللي بيحبها وبيبدع فيها دخلها ضئيل جدا ومش مقضياه، فهو شغال كاتب قصص مصوره، وعلى الرغم من انها تعتبر كويسه وتنافس المؤلفين الكبار في مجاله، الا انه ما كانش عارف يروج لنفسه وما كانش عارف يطلع كل حدوده يوريهم من هو الاسطوره اللي بجد. علشان كده بيتمنى تغيير حياته للاحسن وبيقول يا ريت لو ادخل عالم من عوالم القصص اللي انا بكتبها دي، ابقى البطل كده وابقى اسطورة زماني. ياه يا جدع، ده انا هكون في قمة السعادة، هبقى بطل وهعمل كل اللي نفسي فيه، ولكن ابقى غطيها يا حبيبي وانت نايم كويس، فكل دي احلام يا صاحبي، فلا تنالوا المطالب بالتمني. الواد كان عارف كده كويس قوي، وعلشان كده بيخلص الشغل بتاعه اخيرا وبيدخل ينام، وبمجرد ما بينام من هنا في نفس الوقت بيحصل انفجار ضخم في اثر نادر في منتصف المدينة. الانفجار ده بيطلع نيزك وبيدخل بيت ايفان بالتحديد. اوبا يا نهار مش فايت، الواد طبعا لسه مش فاهم اي حاجه، وهوب بتتفتح بوابه مضيئه قدامه، الواد لسه مش عارف ايه ده، هو انا بحلم ولا ايه بالظبط؟ البوابه هي كمان كانت بتحاول تسحبه ليها، والواد بيحاول يثبت نفسه، لكن الكائن ده بيقول له عند امك يلا، وبيخبط واحده بتوقعه داخل البوابه. الواد يا عيني دخل البوابه وهوب لقى نفسه في عالم مختلف تماما. يا حلاوه، من اولها كده اتنقل لعالم تاني. معقوله اللي طلبه اتمناه ولا ايه؟ هي شكلها تلعب ولا ايه؟ لا والله الواد بقى كان فاكر ان الدنيا ضحكت له انه هيكون الملك في العالم ده ولا حاجه، ولسه بيفكر هيعيش في الكوكب ده كله لوحده ازاي، ويلاقي اللي بيقول له غطيها يلا. ايوه ده شيطان ضخم على شكل ماعز يا جماعه، وفي حال ما كنتش تعرف يا ايفان فانا شيطان من الدرجه الاولى ذات الثلاث نجوم، ولو ما تعرفش قد ايه يا صديقي كميه النجوم دي، فالثلاث نجوم يعني 3000 نقطه، والنقطه الواحده هي قوه رجل واحد، يعني الوحش اللي هو بثلاث نجوم ده قوته تقدر بقوه 3000 راجل زي حالات ايفان كده. نهار ابيض يا جدعان، هو الواد ده هيواجهه ازاي بالظبط؟ الواد طبعا عارف انه مش هيعرف يعمل معاه اي حاجه، الشيطان هو كمان جمع كل قوته وهجم عليه، وقبل ما ينهي حياته بيظهر له هذا الفتى المغوار، فتى لا يفرق معاه مغول ولا تتار، لوفان بيدخل على الشيطان بيكسر عظمه بضرباته الجنان، برق ورعد شغال يديه ومشعاته من كل مكان، ابلع يلا. الشيطان الماعز وقتها بيكسر كل البرق وبيقول له تعالى لي يا غالي، لو قال له جاي لك يا حبيبي، وهوبا بيفعل تعويذه سحريه في السماء، ولوفان دلوقتي ما
بيهزرش، لا بينزل عليه وحرفيا بيشويه. احلى 3 مليون فولت على دماغك يا معلم. الواد بيكسره بمعنى الكلمه. ايفان انبهر من قوته وبدا يسقف له، بيقول له هو انت ازاي جامد كده يا عم؟ لكن الواد قال له خلاص يلا. فالشيطان لسه ما ماتش، لا بيقوم من تاني وبيدخل عليه، ولوفان برضه مش سايبه، شغال يدي من كل مكان لحد ما بيشبعه حرفيا. ضربات سريعه ومتتاليه من كل الجهات وجميع الاتجاهات ومحدش شايف حاجه. الاتنين دول في مستوى اخر تماما. ايفان ما كانش قادر يلاحظهم حتى وقال ما بدهاش، انا لازم احافظ على حياتي او لا. بيفعل وضع الجري كل الجدعنه وكل يموت الا انا. بس فجاه السيف الاسطوري اللي بيظهر في ايديه. الواد برضه مش عارف هيعمل بيه ايه. الشيطان الماعز وقتها بيحس بقوه السيف الجباره وبياخدها جري وراه بكل ما اتاها من سرعه. لوفان الاسطوره بيحاول يمنعه لكن ده وراه ومش راضي يسيبه. ايفان الغلبان بيطلع على العمود ده وبالغلط السيف بيقع من ايده بينزل على الشيطان بيكسره. يا نهار ابيض، ده الشيطان مات من خبطه واحده. هو فعلا الواد ده بقى جامد ولا ايه؟ لكن فجاه بينتقل للعالم الاصلي مره اخرى وبيلاقي نفسه في الشارع. بيفوق وبيحط ايده على دماغه وما كانش مصدق اللي حصل. هو انا بحلم ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارف ايه اللي حصل لي ده. طب برضه هو انا ايه اللي جابني هنا؟ انا لسه مش عارف ايه اللي بيحصل معايا. لكنه بيروح يكمل شغله وما كانش عارف حاجه. بس فجاه بيسمع صوت بيكلمه. ايوه الكلب اللي قدامه هو اللي بيتكلم. برضه كلب بيكلمني. هو انا اصطبحت النهارده بحاجه مش تمام ولا ايه؟ هو ازاي الكلب ده بيتكلم؟ انا اكيد بهلوس يا عم، كمل في طريقك. بس لا دي مش هلوسه، انا فوق اهو بص عليا يا عم. بيبص فعلا. وانت مين يا جدع انت؟ معقول انا بقيت تعبان والمفروض انضم لمستشفى المجانين؟ بس لا يا عم انت مش تعبان، لا بص حواليك كده هتشوف ارواح شكل كتير ما تقلقش. الواد بيبص فعلا وبيلاقي اللي الواد قال له عليه كائنات روحيه في كل مكان. والواد قال له انت مين بالظبط؟ قال له بخصوص اسمي فانا جيروم، كائن اسطوري واحد من حراس عالم الشياطين الاشداء. وايوه زي ما توقعت بالظبط، انا اللي اديتك السيف اللي فشخت به الشيطان. ايفان فرح وكان في قمه السعاده وقال له لا ده انت جامد بقى، يعني كل اللي عدى عليا امبارح ده حقيقه؟ قال له ايوه، وانت لازم تعرف حاجات كتيره يا عم. الواد بياخده مع البيت وبيقدم له شويه اكل وبيروق عليه. بيقول له اقعد بقى يا عم واركز كده وعرفني انت مين بالظبط. الواد بيقول له انا عارف انك غلبان ومش عارف كل اللي حصل معاك، فانا بقى هعرفك بكل حاجه. وفي البدايه هعرفك بنفسي. انا كائن مقدس كلف بحمايه الابعاد الثلاثه من الاف السنين، انا و11 كائن تانيين، فاحنا الوحوش المقدسه اللي بجد. بس سيبك من كل ده، انت عارف السبب اللي خلاني اظهر لك بالتحديد؟ اكيد لا. بيطلع على الكرسي وبيحكي له كل حاجه من البدايه. بيقول له الحاجز اللي بين عالم البشر والشياطين خلاص هيتلاشى، والشياطين عاوزين يدمروا الابعاد التانيه وينتقموا من البشر. وانت دورك كايفان يكمن في هزيمه الشياطين الفاره ذات الستة نجوم او اقل وختم البقيه، وده قبل ما الشق الزمكاني اللي عملوه يوسع اكتر واكتر واسيادهم تخرج لعالمكم دوت وتدمروا بالكامل. ولو اتاخرنا اكتر من كده مش هنقدر نعمل لكم اي حاجه وهتموتوا كلكم. من واجبك ككائن مقدس ان اساعدك وامنحك القوه اللازمه علشان تنجز مهمتك ايها المختار. ده هي الدنيا هتلعب معايا ولا ايه؟ خلاص يا عم انا معاك وخلينا ننقذ العالم سوا يا حبيب قلبي. بيرمي له الكوبايه والواد بيمسكها بطريقه رهيبه، واحنا جامدين برضه، ده احنا هندشمل الدنيا ما تقلقش. ده القصه دي اقوى من القصص اللي انا بكتبها بمراحل. لكن لسه ما بيكملش فرحته وصاحب البيت بيرن عليه وبيقول له هات الايجار يالي يا فقير، انت بقالك 6 شهور متاخر ولا بتدفع اي حاجه. ايفان قال له اسبوع كمان، اديني اسبوع واحد بس يا رياسه واوعدك اني هسد كل ديوني. ففي حال ما كنتش تعرف انا دلوقتي بطل مغوار. قال له بلا بطل ولا بتنجان، دي اخر فرصه ليك، يا تدفع يا اما هرميك وما ترجعش تقول لي انا اسف سلام. وبيقفل مع المكالمه على كده. وفي وقتها الواد بيقول لجيروم انا راح اكمل شغلي يا عم، انت خليك هنا ومش هتاخر وهرجع لك على طول. لكن في المدينه في الوقت ده بنشوف الواد السري صلاح فاحش ده بيتجول في المدينه بالتويوتا بتاعته. كان متعصب جدا من ايفان، وده لانه يبقى نفسه لوفان وهو سرق تعبه وقتل الشيطان الماعز بالصدفه. يا نهار ابيض. بيقول له انا لو شفتك تاني يلا مش هرحمك صدقني، هكسر دماغك ودماغ اللي خلفوك. الخادم بتاعه بيقول له من معكر مزاجك يا اسمه الامير، قول لي بس وانا اقسم لك، او خليها من غير يمين هجيبه لك لحد عندك يتمنى الموت ولا هنوله له. قال له هنشوف ما تقلقش، لكن دلوقتي انا مش عايز منه اي حاجه. اوبا بابا وشكلهم كده ناويين على دمر يا عم ايفان. ده كمان في الوقت ده بتجيله مهمه طارئه مطلوب تنفيذها على وجه السرعه. ايوه المهمه دي اللي هو كان بيتمناها من الاساس. بيطلبوا منه يمسك ايفان ويسلمه للمحاكمه بسبب خرق القوانين المختار الاساسيه. بيمسكه فعلا وبيسلمه للمحاكمه
بيقف في المكان ده قدامه 3 من القضاة، وهم دول اللي بيمثلوا العدالة في العالم ده. بيقولوا له انت واقف قدامنا ببجاحة ازاي كده يا عم؟ انت ما تعرفش انك عامل مصيبة ومخترق قوانين ولا ايه؟ الواد قال لهم قوانين ايه يا جدعان؟ انا ما عملتش حاجة. بص له باستغراب وقال له انت هتعمل نفسك من بنها يالا ولا ايه؟ وبيتضح ان الولد ده كان عامل اعمال مشبوهة في المدينة ويسبب حالة من الذعر والقلق للمواطنين، فهو كان شايل الارواح وبيخوف الناس بيهم لدرجة انهم افتكروه مجنون وجابوا له عربية اسعاف مخصوص علشان تاخده. انت ده ولا مش انت ولا ايه؟ الواد بيقول لهم كنت بنقذ الارواح اللي كانت في خطر بس مش اكتر. قالوا له هو انت ازاي بارك كده يا عم؟ انت ما بقالكش يوم واحد في المجموعة وتخترق 3 من القوانين دفعة واحدة؟ دي عمرها ما حصلت في التاريخ. الواد بينكر انه يعرف حاجة وبيقول لهم حاضر مش هعمل كده المرة الجاية. فبيقولوا له خلاص يا عم سامحناك، روح يا عم الله يستر عليك دلوقتي ولما نحتاجك هنجيبك تاني. الواد فعلا بيخرج لبره وبيتقابل مع البنت دي، بتعرفوا على حجر الاختيار وانه يعني بيقيس قوتهم واذا كانوا يصلحوا للمهمة النهائية ضد الاسياد ولا لا. الواد بتعجبه الفكرة فشخ وقال اما اقيس قوتي بقى ايه المانع من كده؟ فانا لسه برضه عايز اعرف ايه مدى القوة اللي انا اكتسبتها. بيجرب اول مرة وهوبا اللي انت بتعمله يا اتكسفتنا وعريت ابونا، ده ايه الاداء العار ده؟ بيجرب من تاني بقوة اكبر وبوم بيكسر الحجر تكسيره وكل الانظار بايت عليه. ومن هنا لقب بفارس السيف الاسطوري ايفان. القائد زان بيحضر هو كمان علشان يشوف في ايه ومين الجحد اللي كسر الحجر الاسطوري. ايفان كان هيعملها على نفسه من كتر الخوف وقتها وبيزق السيف بتاعه لبعيد وكان فاكر انه هيتعاقب ولا حاجة، بس لا ده بيكون مبهور جدا من قوته وعلى طول بيوكله بمهمة من الدرجة الخاصة الا وهي التحقق في امر السيف سكاليبر المفقود من مبنى التعلم، وده يبقى نفس الموقع الاثري اللي نقل ايفان للعالم الموازي. الواد بيقول له يا عم سيب الموضوع عليا هشوف لك انا الحوار ده، وعلى طول بيروح لهناك فعلا بيدور على اي دليل يوصله لمكان السيف المفقود لكنه على الله خالص ومعدل ذكائه يقترب من الصفر. جيروم قال له يا ابني انت بتعمل الله يخرب بيتك ارحم ابويا بقى، هو انت هتلاقي السيف هنا يعني؟ ده انت غبي غباء فاحش. ما بيلحقش يكمل كلامه وفجأة موجة كهربائية كبيرة بتصيبه بتحيط المكان بالكامل وبتحوله لفارس السيف. وقد بدأنا. بيطلع له كمان السلطان الصغير ده والواد بيهزأ بيه، لكن يا دوبك الواد بيهزأ بيه من هنا وقوته بتزيد عشرات المرات من هنا علشان تبقى تستقل بخلق الله تاني. يلا تستاهل اللي هيحصل لك. بيجيب ورا وبيقول له انا اسف والله يا عم انا كنت بهزر معاك، انت اللي خدت الموضوع على صدرك او كده. السلطان ما بتفرقش معاه وبينزل على الواد بضربه بتفرتكه تانية وتالتة كمان وايفان مش عارف يعمل حاجه يا جدعان. الوحش خلاص كان هيخلص عليه بس يا دوبك السلطان بيلمس السيف وهوبا نلاقي دراعه اتقطع وطاير لبعيد. الواد فرح وقال له تعالى لي يا غالي. الوحش فعلا بيهجم عليه وايفان بيطير دراعه، كان لسه هينيه بس الوحش قال لك ما بدهاش يابا وخدله في اسنانه وخلع من المكان. غلبان هو ايفان هيسيبك؟ ده هيعمل من امك بتنجان. بيجرحه في ظهره بينزل على دماغه بيقطعها له، لكن الوحش هو كمان كان عامل حسابه ونصب له كمين وبوم بيكسر السيف وبيديله على عينه. ايفان وقع على الارض يعني والوحش بيقرب منه وخلاص شكلها النهايه. بيشيله بين ايديه وخلاص هيفعصوا يا جماعه، بس تفتكر ان ده يحصل وايفان هيموت؟ ده لو كانت اللي بتحميها الفوت. بوم ابلع يلا. بتدي له واحده بتخلص عليه وهي دي جين يا جماعه، واحده من الابطال اللي قوتها تفوق الخيال يا بنت اللعيبه. بيرجع بعدها على البيت من تاني وجيروم كان متغاظ ومحروق جدا جدا، ده كان من المفترض يموت من ساعه ما عطيته السيف في البدايه. وبيتضح يا صديقي ان جيروم هو اللي سرق سيف سكاليبر من الاساس. الله انت مالك يا جيروم بالظبط؟ هو مش المفروض انت اللي تساعده وتبقى عاوز تحميه؟ ده شكل كده في انك كبيرة في الموضوع. بيفضل يسب ويلعن ويتنطط في المكان بحرقة كبيرة وبيدخل على ايفان وبيحاول يرضيه. بيقول له انا اسف يا صاحبي لاني عرضت حياتك للخطر، اسف لاني ما قدرتش احميك وكسرت السيف الاسطوري اللي اديتهولي، لكن ده وعد مني مش هتتكرر تاني. لا اوعدك ان مش هخلي حد يعرض حياتك للخطر او يأذيك باي شكل من الاشكال مرة تانية. جيروم فعلا بيسامحه وبيصلح السيف الاسطوري بقدراته الرهيبة وبيقول له يا عم ولا يهمك ده انت زي اخويا برضه. جامد يلا جيروم، بس الظاهر كده انه وراك إنها كبيرة. في نفس الوقت ده كان لوفان صاحب سحر البرق في موقع السيف الأثري وأدرك حينها إن السيف ده قادر على تدمير العالم في لحظة واحدة، ولو لا قدر الله يعني وقع في الإيد الغلط هتحصل كارثة بمعنى الكلمة. وعلى طول بيبص للخادم بتاعه وبيقول له أنا عاوزك تعرف لي مين أخد السيف ده وفين مكان أخويا شو دلوقتي. الخادم بيقول له تمام وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بيعرف الخادم بتاعه إنه دور على أخوه امبارح وبطريقته الخاصة قدر يعرف إنه محبوس عند الحكومة وبيتحقق معاه، وده لأن له علاقة بالانفجار
المفجر اللي حصل في مبنى التعلم الأثري وسرقة السيف. بيقول له كمان انه دفع رشاوي للقنوات الإخبارية علشان يتكلموا في الموضوع ده، فبيقول له تمام يا عم، عظم عليك على كده. وعلى طول بيفتح تطبيق الأبطال الخارقين واللي اسمه تطبيق الألف ميل. بيلاقي الكل بيتكلموا عن تدخل جين الهيكل امبارح ومساعدته للمبتدئ الجديد في حل قضية مبنى التعلم. الناس حرفيا كانت هتتجنن، وده لأن جين محدش يعرف يتكلم معاها من الأساس. كانوا هيولعوا اللي هو ازاي يعني حتة عيل شحات مش لاقي ياكل يجبرها تتعاون معاه. لوفان بيتعصب وما بيكونش عاجبه الكلام وبيروح يسكن في العمارة اللي ساكن فيها ايفان وقتها. الواد بيروح علشان يرحب بيه وبياخد مع النبتة دي، وجيروم بيحاول يمنعه. ما انت شايف ان في حاجة غريبة؟ ازاي الواد السري ده يسكن في عمارة معفنة شكل دي؟ قال له يابا ما انا المختار وساكن فيها اهوت وما اتكلمتش. هو انت قصدك ايه بالظبط؟ قال له انت مين؟ انت جربوع يا ابني، اما ده ابن ناس وبدلته بس بتمن شقتك. يا عم مالكش دعوة، اركن انت في جنبي يا حزين انت. وبيخبط على الباب بيفتح له. الواد بينبهر، بس بقول لك ايه، المكان من بره هلا هلا ومن جوه يا الله. بيدخل يتكلم مع لوفان وبيقول له ازيك يا صاحبي، عامل ايه يا عم؟ انت وحشتني والله، ده انا من ساعه ما هزمت الشيطان الماعز وانا عاوز اقابلك واشكرك بس مش عارف. الواد قال له ارمي بس القرف اللي في ايدك ده وبعد كده اتكلم. بيديها للخادم بتاعه يشيلها بعيد، وايفان بيقلب المكان كله حرفيا. انت بيتك جامد قوي يا عم، بجد انت ازاي سارق كده؟ قول بس ما شاء الله. بيلمس البتاع دي وهوبا بيفتح باب سري وبيخرج منه جواهر نادره واحجار براقه. اكيد الاحجار دي غاليه في السوق مش كده؟ ما تديني واحده بيعه واسد ديوني يا عم الله يصلح حالك. بيقول له ده عندها يلا، هو انا كنت مخلفك ونسيتك ولا ايه؟ ولكن على العموم يا عم انت ليك امانه معايا. بينادي على صبح الخادم بتاعه وبيدي له الحجر ده، اتفضل يا عم ده بتاعك. وقع من شيطان الماعز اللي انت هزمته من فتره. ففي العاده اي شيطان بيموت بيسبب وراه حجر نادر شكل كده، يا اما بيستخدم في الصناعه او بيتباع وبيجيب مبلغ كبير جدا جدا، وده طبعا لو بعته لتاجر موثوق في القاره الشماليه. ابسط يا عم خده يلا وسدد كل ديونك. ايفان قال له لا انت غلطان، فالحجر ده مش من حق انا لوحدي، لا انت كمان ساعدتني ولازم نقسمه سوا بينا. لو بيقول له انا مش مهتم بالمبلغ البسيط ده وتقدر تحتفظ بنفسك عادي، صدقني مش هتفرق معايا، لكن هل ابننا هيقبل جنيه شفقه من حد؟ لا والله، ده الواد بيسحبه من ايده عافيه وبيطلع على المنطقه الشماليه. بيدخلوا متجر عم مالك المحترم وبيبيعوا له الحجر مقابل 1000 صدفه، وهي دي عمله العالم بتاعهم. بعدها بيطلعوا ياكلوا. الواد ايفان ده مفجوع بصراحه، بينزل في الاكل في احترام وبسم الله ما شاء الله يعني عليه. لكن فجاه واحد من الزباين بيمد ايده على جرسون المطعم الغلبان، بيزعق معاه وبيرمي الاكل على الارضيه ولسه هيضربه كمان. بس هل هيضربه فعلا؟ عندك يلا ده ايفان يا جماعه. الواد بيقول له انت ملك؟ قال له لا انا مش ملك، انا ايفان قدامك اهو. بيكترهم معاه، بس اول ما بيشوف الماركليس في المكان بيجيب وراه، واللي هو له بالمناسبه ما كنتش اعرف انك هنا. بيخلع من المكان وايوه كده عرف حدودك. بعدها بيتكلم مع النادل اللي يعتبر من اشباه البشر وبيهون عليه وبيقول له لو حد ضايقك تعالى بس وقول له انا كشف له علشانك ما تقلقش. الواد بيشكره، وبعد فتره بيفتح له فان مركز اطعام مجاني، والظاهر كده ان كلام ايفان اثر فيه. جيروم في الوقت ده هو كمان بيحاول يعمل فتنه ما بينهم، ولكن ايفان قال له ما تسيش الظن في الناس. وبينما هم يتحدثون برق بيضرب المكان، واحد من الشياطين اخترق الشق يا جدعان. يا نهار ابيض، مره واحده كده لو ايفان بيتربوا على طول بيجروا عليه اوام. الشيطان كان جامد ومفيش كلام. لو بيضربوا بتنانين برق، ولكن ده الشيطان الشبح يابا بيتفاداه بكل خفه ورشاقه، واللي هو ده اخرك ولا ايه؟ ايفان حرفيا مش مصدق مدى سرعته، بيقول هو في ايه؟ هو اللي بيحصل ده بجد ولا هزار؟ لو قال له ركز يا ده الله يخرب بيتك، فالوحش اللي قدامنا ده مش سهل، لا ده هو الشيطان الشبح ذو النجوم الاربعه، بيهجم عليهم يمين شمال واعصار خارق في المكان يا جدعان. يا نهار ابيض، العيال طبعا ماسكه نفسها بالعافيه ومحدش قادر يتحرك او ياخد خطوه واحده لقدام. جيروم كان هيودع، لكن ايفان لحقه في الوقت المناسب، بيقول له خد بالك من نفسك يا صاحبي، وبيحدفه جوه الاعصار. يا ابن الخنزيره، جيروم بيلف في الاعصار وهوبا بيهبط الشيطان الشبح من ورا وبيغفله وبيطلع له بره الاعصار. يا ابن اللعيبه، ايفان قال له عاش عليك والله يا عم، جامد اقسم بالله. بيروح جري عليه، ولكن لو بيهديه، انت خلينا نحط خطه علشان على دماغه هنديه. تدوا مين بالظبط؟ ده انا هوريكم النجوم في عز الليل ما تقلقوش. هو انتوا لسه هتفكروا؟ وعلى طول الشيطان الشبح بيدخل عليهم، والتصادم كان عنيف لابعد الحدود. الشيطان شغال يلعب بهم ويروح يمين شمال، وابن اللعيبه مدوخهم حرفيا. العيال مش قادره تسد معاه، المواجهه صعبه لابعد الحدود، واتضح ان ده مش شيطان رباعي النجوم ولا حاجه، لا ده سباعي يا جماعه، ولكن ده كان مغفلهم. ده انتوا شويه اغبياء بصحيح، ما طبيعي برضه. الفرق بين ثلاثي النجوم اللي هو شيطان الماعز ورباعي النجوم مش هيكون كبير قوي كده. العيال اول ما فهمت اللعبه وانهم
متغفلين اشتعلوا من الحماس. دخل عليه وايفان اداله واحده واحلى مسا عليك يا سيدي الناس. ايوه لو مش مصدق قوه ايفان والواد بيرسمها عليه، بيقول له ده اللي حاجه عندي وهوريك قوتي الحقيقيه دلوقتي. ففي النهايه انا هو المختار وانت اضعف مني بكتير ولازمك شغل وتتضرب من نار علشان توصل لمستوايا. لو اتصدم ووصل لذروه غضبه قال له انا الماركليز الليل اللي كلها بتعمل له الف حساب. العيال بتتخانق وفي ظل هذا الخلاف المتضارب بين البطلين نتف فجأة باللي بيهجم عليهم بكل عصبيه. ايوه ده الشيطان الشبح لسه ما ماتش ولا حاجه، لا بس خلاص اخرك فاضي يلا. بوم لو بيهاجمه باقوى هجمه الا وهي تنين البرق وبيخلص عليه. الواد بيمحي الوجود نهائيا قدامه وهي دي قوه الماركليز الحقيقيه. بيبص لايفان وبيقول له انا عمك يلا، مهما رحت ومهما جيت هتفضل تحتي مهما عليت يا ابن اللعيبه. لو فعلا قوي ومحدش يقدر يقول عليه اي حاجه. الواد طبعا بيجيب ورا وبيقول له انت هتتعاون معايا مش كده. الواد ما بيردش عليه وجيروم من بعيد بيبتسم ابتسامه شيطانيه. جيروم مش عاجبني خالص ومش عارف ليه حاسس ان ورا حاجه كبيره. لكن المهم ايفان بياخد كتاب المهارات السريه اللي لو اداهوله وبدا يتدرب في النار بمساعده جيروم. الواد مهزه ومطلع عينه بكل معنى الكلمه وجيروم هو كمان بيتكلم معاه بيقول له انت المختار مش محتاج لكل ده، انت قوي بالفطره يا ايفان، ثم ان الماركليز الليلي بقى زميلك وانت شفت هو قوته عامله ازاي، انت مش محتاج تتدرب اكتر من كده لا. لكن الواد قال له علشان كده انا لازم ابقى اقوى، لازم انمي مهاراتي وارفع من مستواي علشان اقدر اجريه، انا لازم اشتغل على نفسي لابعد الحدود. وبعدها بيرجع اوضته وبيسهر طول الليل علشان يخلص الشغل اللي وراه وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم كل الابطال بيتكلموا عن التعاون اللي حصل بين الماركليز وفارس السيف وبيقولوا اللي بيحصل ده مش طبيعي لا، وهذا الفعل اثار سخط الكثيرين واغضب الحاقدين. فلو دوت كاريزما جامد فشخ وكل الفرق بتتنافس عليه، وازاي يعني هو يسيب اكتر من 999 فرقه ويكون فرقه جديده مع المستجد ايفان. الواد وقتها كان قاعد بيتكلم مع الخادم بتاعه وبيكلفه باداء احد المهام، اما هو فبيفتح النت كده وبيشوف قصه ايفان مكسره كل التوقعات. عدد القراءات بيزيد كل ثانيه ولو طبعا اتضايق، وده لان ابن الهرمه كاتب كل اللي حصل معاهم في قصه ومخليه حته جربوع في الحكايه. ايفان في الوقت ده كان نايم مرهق من كتر التعب والتليفون جنبه بيرن. مديره بيكلمه بيقول له انا مش عارف ده حصل ازاي بس قصه فارس السيف الماركليز الليلي مكسره الدنيا، اشتغل على الاجزاء التانيه قريب. الواد بيقول له تمام وكان في قمه السعاده. واخيرا الدنيا هتلعب معاه ولا ايه؟ بتعدي الايام وقصته كل مدى ما بتضرب وبتلعلع في العلالي، والممثله المشهوره دي بتشوف الشخصيه الجديده وبتتفاجأ ده شكلها كده تعرف حاجه ولا ايه؟ لكن نسيبنا منهم ونروح لايفان اللي كان رايح يوصل اوردر لاحد البنات. بيسمع وقتها صوت بنت غلبانه وعلى الارض بتصرخ وبتستغيث بتطلب ان حد يلحقها قبل ما يجرى لها حاجه، وايفان على طول الشامه قاحد عليه وبيروح يرن. الواد دمر له مستقبله حرفيا والواد ما عادش نافع في التمثيل يا عيني. بس بيتضح ان ده تصوير مش اكتر وهو خرب كل حاجه، وبيتضح برضه ان البنت دي هي نفسها الممثله المشهوره اللي جايب لها الاوردر اللي كان معاه بتستلمه منه. والبنت كانت جميله لابعد الحدود لدرجه ان الواد سح في جمالها وما كانش عارف ملاك دي ولا بشر. لكن وفجاه البرق بيظهر في السماء، المنظر مهيب جدا جدا. ايوه ايفان عارف اللي فيها، فهم ان في شيطان هنا ولازم يهزمه قبل ما حد يتضرر. على طول بيطلع يجري باقصى سرعه والبنت كانت حاطه عينها عليه. بيدخل بالفعل وخصمه بيكون الشيطان الاحمر الجهنمي. الواد حب يتعايق قدام البنت لكن الشيطان وقف سيفه بسهوله وبوم اداله واحده خليه يجيب كل اللي في بطنه. قوه جباره فعلا، كان هياخد واحده تروحوا فيها لكنه برضه بيتلزق في الجدار. بيحاول يهاجمه من تاني لكن الشيطان بيحصله بالشوك وبيثبته في مكانه. بيقرب عليه وخلاص شكلها نهايتك يا ابو الصحاب. لكن تفتكر ان ده هيحصل يا زماله؟ لا 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 ده استحاله. جين الهيكل بتسجل حضور على المكان. ايوه بتدخل على الوحش وهي واحده في الثانيه بمرتده كمان وعلى الارض بتنهيه. يا بنت اللعيبه ايفان هو كمان بيقوم وبيطلع من جوه متشخرم وبيدخل على الوحش بكل غباء بيقسمه. كان فاكر ان خلاص قضى عليه، غلبان ما يعرفش ان لسه وراه الوحش الهيجان. كان خلاص هيفعصه لكن جين على اخر لحظه بتحميه، بتفعل اقوى تعويذه سحريه عليه وبتختمه في التميمه دي. الشيطان بيحاول يخرج ويكسر التعويذه بس خلاص يلا اخرك فاضي. بيموت فعلا لكن للاسف مفيش اي حجر سحري بيطلع منه. جين بتستغرب، ايفان بيجي جري عليها وبيقرب منها وفجاه الستار الزمكاني بيتلغى وبيرجعوا لاشكالهم الحقيقيه. وعارفين جين
جين الهيكل دي طلعت مين؟ ايوه هي نفسها قطتنا البريه جين مو الممثله الشهيره. الله هو انت ايه اللي جابك هنا؟ الواد اول ما بيعرف كده ما بيحلهاش وبيلزق فيها في كل مكان وبيطلب منها تنضم لفريقه، لكن البنت بترفض وبتقول له روح شوف لك كلبه تلعب معاها، انا مش فاضيه لشغل العيال بتاعك ده، انا مستحيل انضم لواحد كحيان زيك. الواد برضه من كتر اعجابه فيها بيروح له علشان يديله اي نصيحه بس برضه ما بيفيدوش. الواد برضه ما بيحلهاش وبيجيب لها بوكي ورد وبيروح يتقدم من غير حتى علبه جاتوه، وطبعا بياخد على عينه بس الواد عنيد ومش هيستسلم بسهوله قوي كده. بيقوم من تاني وبيعرض عليها عشرات المرات وفي كل مره بترفضه ومع ذلك مش بيستسلم. الصراحه ما عندوش دم يا صديقي. بيقعد قدام الاستوديو مستنيها تخرج وهوبا بيلمحها معديه بالريس من قدامه. بيروح وراها وكانت بتلعب مع اطفال الميتم مفرحاهم. الواد بيشوفهم سوا المنظر ده بيذكره بذكريات الماضي، بيذكره ببطل زمان كان بيقول نفس الكلام ده وكان مبسوط جدا من كلامها. جين بتشوفه وبتحاول تخلع منه بس على مين؟ الواد وراها ومش راضي يحلها. بيجري وراها بالسكوتر الكحيان والبنت بتكون قدامه بالريس، بتقف له وهو مش بيعرف يدوس فرامل فبيخبط فيها. البنت بتتعصب عليه وبتقول له في ايه يا اخي؟ هو انت بارد كده ليه؟ ما قلت لك لا هغنيها لك يعني ولا ايه؟ ما تبعد عني بقى يا عم. الواد برضه ما بيسيبهاش فبتسلمه للمصحه العقليه. بيخرج على بالليل وحاله مش ولا بد خالص. بيقول انا عملت ايه غلط معاها علشان تعملني كده؟ ده انا كنت طيب وعاوز اقرب منها بس مش اكتر. بس على مين؟ والله ما هحلها، هي الحاجه الصعبه برضه هي اللي بتدخل دماغي. لكن وقتها بيجي له اشعار من تطبيق ال1000 ميل بيقول له ادفع اللي عليك يلا، وبيتضح انه مديون ب2000 صدفه لمجلس العداله حق اختراقه للثلاث قوانين. الله هو احنا مش هنخلص بقى ولا ايه؟ الرقم بينزل على دماغه بيكسرها وربنا يكون في عونك يا صاحبي. على طول بيرن على مديره وبيطلب منه فلوس، لكن مديره ابن الهرمه بيقول له مفيش فلوس يا نصاب انت، هو انت سرق قصه من الناس وجاي تبيعها عندي؟ روايتك اتحظرت يا فالح. الواد خد صدمه عمره وبيحاول يقنعه انه ما سرقش حاجه وبيقول له انا بريء، اكيد اللي حصل سوء تفاهم ويتحل ما تقلقش، لكن ده بيقفل معاه. تخلص المصايب على كده؟ لا والله. بيتصل صاحب الشقه بيه وبيقول له تعالى خد كراكيبك حالا والا هرميها لك في الشارع، يلا تعالى بسرعه من غير سلام. الواد بيتحايل عليه يسيبه قاعد شويه لكنه مش بيرضى وبيقفل السكه في وشه. ومش بس كده، لا ده كمان واحد من الشياطين بيظهر في المكان اللي هو فيه، وايفان كان عاوز يتجاهله ويروح يلحق حاجته المهمه قبل ما صاحب السكن يتخلص منها. بيكون في حيره من امره لكن في النهايه بيقرر ينقذ العالم الاول. بيدخل على الشيطان وبيتضح ان هو نفسه الشيطان الاحمر الجهنمي. يا نهار ابيض، هو احنا مش هنخلص من ميتين امك بقى ولا ايه؟ ايفان بيسد معاه وبيحمي شبه البشر المسكين ده من قدامه وبيقول له اهرب يلا بسرعه يا عم. الواد بيسمع الكلام وبيكون خلاص هيهرب لكنه بيغير رايه في اللحظات الاخيره وبيرجع من تاني وبيهجم على الشيطان. بس هو ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ هو احنا هنهزر هنا ولا ايه؟ بيطلع يجري والشيطان بيستلم ايفان تخبيط من كل مكان. الواد شغال يصد هجماته وابن الهرمه مش رحمه عمال يديه، وللامانه كان تقيل جدا عليه. لكن على مين؟ ده ايفان قوته تتعدى قوه تنين، وهوبا بياخدها جري وراه ومش بيكون لسه عارف هيعمل ايه معاه. بيتحسر وبيطلب من نمر المساعده بس النمر بيكون خايف ومش عارف انا ده نمر ولا زرافه، ده القطه اشرس منك يا جدع انت. بيشوف ايفان بيضحي عشانه فبيروح يديله حته بوكس، مش بيعمل اي حاجه. جاتك خيبه يالا. في حين ان الشيطان بيديله واحده بيخلص عليه. بيفوق ليفان بعدها وبينزل تخبيط فيه شمال يمين شمال والكذب ملا المكان. بيخرطه حرفيا لكن هل بكده خلص الموضوع؟ لا والله. الواد بيقوم من تاني وكان ساعتها هيتفشخ خلاص، وانا بصراحه ما عدتش عارف اقول له ايه بالظبط. الشيطان بيلحق بيهم وايفان بيحاول يقتله تاني لكنه ما بيعرفش. بيتصدى لكل هجماته بس ابن الهرمه بيغفله وبيهاجم صاحبه. لو بيكون عاوز يلحقه لكنه مش بيلحق والواد بيموت خلاص. ايفان بيتعصب جدا وبيفعل قدره السيف الكامنه وبيحوطه بالنار من كل مكان وهوبا بيحرق الشيطان بالكامل وبيخلص عليه بنجاح. يا ابن اللعيبه جامد يا ابني والله. بيرجع على البيت اوامه وبيكون فرحان ان حاجته لسه موجوده وصاحب البيت بيرن عليه. بيعرفوا ان واحد صاحبه دفع الايجار وخلاص مش هيطرد وشكله لوفان هو اللي دفع له الايجار. بيفرح جدا ومدير الشركه هو كمان بيرن عليه وبيعتذر منه على سوء الفهم وبيبعت له المرتب وبونص عليه كمان. يا حلاوه، هي الدنيا لعبت معانا ولا ايه؟ ده شكلها كده. لكن بيخلص اليوم على كده وتاني يوم بيروح على المنطقه الشماليه وبيتكلم مع النمره وبيعرفوا انه لولا ما كانش زمانه قدر يهزم الشيطان امبارح. فايوه هو لسه عايش. النمره بيقول له لا انا ما عملتش حاجه، بالعكس ده انا كنت عقبه في طريقك بس مش اكتر. بيقول له لا ياض ما تقولش كده، انت اخويا يا عم في ايه؟ النمر بيفرح قوي
اوكي بيفرح خالص وبيتفقوا انهم يتقابلوا في العالم الحقيقي ويتعرفوا على بعض اكتر واكتر ويكونوا صداقة جميلة. كمان بيتفقوا على المكان والزمان اللي هيتقابلوا فيه في العالم الحقيقي وبعدها بيمشوا. بيخلص اليوم على كده وصاحبنا الغلبان بيقعد طول الليل يفكر في هدية كويسة علشان يقدمها له. وتاني يوم بقى بيروح احدى الحدائق الدولية وفي الاول بيفتكر ان هو ده صاحب شخصية النمر الخجولة، ولكن لا النمر وراك اهو. بيبص كده وهنا كانت الصدمة. ايوه النمر دي طلعت بنت، ومش اي بنت، لا دي بنت جميلة غلبانة ومسكينة وحاجة اخر حلاوة. حلم كل شاب بمعنى الكلمة. بتكون مكسوفة ومحروقة جدا منه، لكن ايفان طيب ويدخل القلب على طول. بياخدها يتفسحوا ويروحوا حالهم، واثناء ما الوضع كان جميل جدا ولا تشوبه شائبة، الا وفجأة بنشوف الواد العبقري الغريب ده في المختبر ومعاه سيف ايفان. العداد شغال يرتفع اكتر واكتر والواد قرب من انتزاع كامل جوهره، لكن فجأة وعلى غير المعتاد العداد بيقل بشكل مش طبيعي، وده ادى لخروج روح شيطانية شريرة وايذائها للناس. البنت واللي اسمها اوكي بالمناسبة اترعبت جدا، ولكن ايفان طمنها ولسه هيهجم عليه. بس انت هتعمل ايه؟ بيدرك وقتها ان سيفه مفقود والروح الشريرة بتطلع عينه حرفيا. بيفضل يجري منها وبيقول لي جيروم شوف لي معاك اي سلاح يا عم، هو انت مش كائن مقدس ولا ايه؟ الواد قال له مظبوط، ولكن ده ما يدينيش الحق ان املك عدد كبير من الاسلحة. باختصار كده هو كان سلاح واحد بس وانت ضيعته، فالبس بقى. الواد بيبص لقدام كده ويلاقي سيفه في الزبالة اللي هناك. بيروح ياخده يا دوبك بس بيلوح بيه وهوبا جسمه بيتبنج وما عادش قادر يتحرك. بيحاول يحمي البنت اللي معاه، هي كمان بتحاول تهرب، لكن وللاسف يخر على الارض سريعا وكل همه كان انقاذ حياة الفتاة. بيقول لها يلا اهربي وما تهتميش ليا. الواد صعب عليها، اول ما شافته كده برضه ما قدرتش تتحمل وانهالت عليها الذكريات وقالت انا ليه لسه ضعيفة لحد دلوقتي؟ انا لازم اكون اقوى، لازم ارد له الجميل وانقذه زي ما انقذ حياتي كتير قبل كده. الوحش بيهجم عليهم، ولكن اوكي بتتحول وبتدخل عليه. البنت متعصبة لابعد الحدود وبتقول له تعالى لي يا غالي. بتهجم عليه وشغاله تناوله ضربات بقوه وسرعه متتاليه، واللي هو انا هفشخك يلا صبرك بالله. بتفضل تناوله والوحش الظلامي كان حيرة في فشخ وشغال يتفاداها بسهوله. اوكي وقتها قالت ما بدهاش بقى، فعلت مود الجد والجدون وتعالى يا زبون. بتهبد الارض بقوه وبتخلص عليه بالكامل. الشيطان ادرك انه خلاص نهايته وبيحاول يهرب، ولكنه خلاص بيتفتت لحتت في ثواني معدوده. جامده يا بت والله. الوحش بيسيب مكانه صندوق كنوز، ولوفان وقتها كان بيتكلم مع الواد ده واللي بيتضح ان اخوه. بيهزقه وبيقول له ايه اللي انت هببته ده الله يخرب بيتك. قال له ما كنتش اقصد يا اخويا والله، وشكلي كده بالغلط بوظت سيف اسكاليبر الاسطوري. وبيتضح ان هو اللي كان سرق السيف من بيت ايفان. يا ابن الحراميه، هو احنا مش هنخلص من سرقه الاخوات دي بقى ولا ايه؟ لكن في نفس ذلك الحين ايفان بيحلم بيوم حزين في طفولته، وتحديدا اليوم اللي ابوه اتخلى عنه فيه. فالواد كان في وسط السلوك بيتمشى وراه وبيحاول ينادي عليه، لكن الاب ما بيهتمش وما كلفش خاطره يبص له حتى. الواد يبكي من شده الالم اللي حاسس بيه، وساعتها بيقع على الارض. بيتخيل ان والده بيمد له ايديه علشان يمسكها، والعبيط كان هينط من الشباك. بيصحى مفجوع، ولكن اوكي بتمسكه في اللحظه الاخيره. بترجعه تاني لسريره، ودي هي الطبيبة سيليا، الست المحترمة والطيبة الخجولة اللي كان بيوصل لها الجرايد والطلبات كل يوم الصبح. بتطلع تتفقد نتيجة التحاليل، والواد كانت حالته سيئة جدا جدا، أيامه في الحياة معدودة. وأوكي أول ما سمعت الكلام ده اتصدمت، عرفت قد إيه إيفان مسكين، قد إيه إيفان بيعاني. بتدخل عليه وبتحاول تهون على أحزانه، وما بيعجبهاش الوضع، وبتقول أكيد الواد ده حاول ينهي حياته بسبب مرضه اللي ملوش علاج. دي كمان بتسأله عن أمنياته، وبتقول أنا لازم أحقق اخر امنياته في الحياه. الواد طبعا بيحكي لها عن كل حاجه، ورغبته في سد ديونه وتكوين فريق معجين الهيكل والمركليز الليلي. البنت على طول بتبعت لهم رسائل وبتطلب منهم يوافقوا علشان خاطر دي اخر امنيه ليه. بتكون قلقانه لا يرفضوا يساعدوه. وياه يا جماعه البنت دي طيبه بشكل مش طبيعي. جين فعلا بتشوف الرساله لكنها بتقفل عليها وما بتديش اي رد. لكن ما علينا دلوقتي، المهم يعني تمضي الايام الواحده تلو الاخر، واخيرا بيكتمل شفاء ايفان وبيحن موعد خروجه من المستشفى. اوكي بتتفق مع لو علشان يفاجئوه، وبيعملوا له احتفال كبير وبيقضوا وقت جميل سوا مع بعض. جين مو هي كمان بتقبل الدعوه، والحبايب كلهم متجمعين اهو، بيشربوا ويهيصوا شويه. وجين كالعاده صريحه جدا جدا، بتروح للوفان وبتتكلم معاه وبتقول له انا ما جيتش عشان الفريق والكلام الفارغ ده، لا فانا جيت هنا علشان قالوا لي انك خلاص هتموت وايامك في الحياه بقت معدوده. الواد اتصدم يا عيني، هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ولكن هي دي الحياه يا صاحبي ولازم
تتقبلها. ايفان انحصر، فهو ما كانش يعرف بأمر مرضه ده قبل دلوقتي، وبيقول لهم ليه خبيتوا عني حاجة زي دي. ولكن على العموم شكرا على حضوركم جميعا. وبعدها بيسيبهم وبيمشي في حالة ميؤوس منها. كانت في عيونه كمية حزن تكفي عوالم وأكوان، فهو خلاص هيفقد حياته وهيفقد سببه للحياة وهيفارق أحبائه. بيقعد مع جيروم وبيقول له أنا هموت قريب جدا يا اسطى، هل لما أموت هلاقي اللي يزعل عليا؟ وهل أنت كمان هتزعل عليا؟ لكن على عكس رد المتوقع، جيروم بيطير من الفرحة وبيقول له أنت بتتكلم جد ولا إيه يا زميلي؟ هو أنت هتموت بجد؟ ده أنا كنت مستني اللحظة دي من زمان. أخيرا مخططي نجح، أخيرا هسترجع شكلي المهيب وقوتي. ده أنا كنت مستنيها من زمان. بيعترف وقتها بكل الجرائم اللي عملها، وإنه حاول يبوظ السيف ويقتله أكتر من مرة. والواد بيقول له بطل هزار يا عم، أنا مش فايق لك. قال له لا يا مغفل، أنا ما بهزرش، فأنا فعلا حاولت أقتلك وأخلص منك أكتر من مرة، لكن حظك حلو، كنت بتنجو في كل مرة. كل مرة حاولت أقتلك فيها كان موتك مضمون 100%، بس أنت نجيت بالغلط. معرفش إزاي طلعت من العقبات دي بسهولة، وأنت إزاي بتعمل كده أصلا. بس خلاص أنا مبسوط إنك هتموت يا عم، وهنفذ مخططي أيا كان. بيتكلم عن هدفه بعدها وبيتضح إن شرط استعادة جيروم لقوته هو موت إيفان. بيكسره أكتر وأكتر وبيقول له تعرف يلا، أنت مجرد حثالة، شخص وضيع ملكش أي فايدة. أزيدك من الشعر بيت، أنت مش مختار ولا أي حاجة، لا أنت عار يلا، أنت حتة عيل معدوم الفايدة. لازمته الكلام القاسي ده؟ بس الواد خلاص على مشارف الموت وتقول له كلام زي ده انت معدوم الدم بصحيح. ايفان اول ما سمع الكلام ده اتعصب جامد، مش مصدق اصلا الكلام اللي قاله له. يعني طول الفتره دي انت كنت بتخدعني، كنت عاوز تقتلني وتخلص مني. طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ اذيتك في حاجه؟ معقوله هو الافتراء وصل للدرجه دي؟ انا ما صعبتش عليك، ما فكرتش مره واحده في اللي بينا قبل ما تعمل كده، ما فكرتش في اي مغامرات عملناها سوا. ده انا كنت بعتبرك زي اخويا يا جدع، انت ناكل سوا نهزر سوا، ولما كنا بنخرج كنت بشيلك فوق دماغي. كل ده ما حركش حاجه جواك، لكن كل الكلام ده ما فرقش مع جيروم، وقال له يابا اللعبه بقى على المكشوف مش كده، انا اصلا كنت بمثل، وانا ما كنتش طايق نفسي الصراحه وانا بمثل الدور ده. لكن اصبر بس، قوتي ترجع لي وهكسر دماغك، صدقني ما هحلك وهقتلك قبل ما المده بتاعتك تخلص. ايفان قال له بقى وريني يلا. وها قد بدات الحرب المشتعله. الواد اشتغل يزاوله وما سابلوش لحظه واحده، وطول الليل عمال يزمر ويعمل اصوات مزعجه علشان ما يخلوش يعرف ينام. بيفضل يزاوله لحد ما بيطلع عين ابوه، وفي الصبح بتيجي اوكي تطمن عليه. جيروم اول ما شافها فرح جدا، وكان رايح عليها علشان تلحقه من المجنون ده، بس ايفان برضه بيديله على دماغه، لا ده هو عبيط شويه بس مش اكتر، ما تاخديش في بالك. بتقعد معاه تعتذر له عن سوء الفهم اللي حصل بسببها، وده لان المريض اللي كان على وشك الموت مش هو، لا ايوه ده واحد تاني. الله، هو انت هتلعبي بمشاعرنا ولا ايه؟ وليه انت؟ ايفان مش بيكون مصدق نفسه. البنت بتقول له ايوه انت زي الفل، بتعترف له انها جات له امبارح بالليل علشان تعرفه انه بخير وتعتذر منه، لكن نفسيته كانت زي الزفت وطلب منها المغادره. ايفان مش بيكون مصدق نفسه. البنت بتقول له ايوه انت زي الفل، مش هتموت ولا حاجه، لا دي كلها كانت غلطه بينك وبين المريض التاني بس مش اكتر. الواد بيفرح جدا وبيقول لي جيروم سمعت يلا، انا زي الفل ومش هموت اهو. عارف ده معناه ايه؟ ايوه ده انا هطلع عينك. بس المهم دلوقتي انت مطرود. بيرمي له شنطه هدوم على الباب وبيطرده من الشقه، وبيفضل يزعق ويتحايل عليه علشان يدخله، بس الواد بيرفض وبيقول له ما عدتش محتاجك، انت من طريق وانا من طريق تاني. جيروم اخر ما بيزهق منه بينط له من الشباك وبيديله على دماغه، وبينادي على صاحبه بلو، بيفضل يهزر معاه شويتين كده، لكن ما علينا يعني. المهم ايفان بيحطه قدام الامر الواقع، بيقول له قدامك خيارين مالهمش تالت، الاول انك تاخد بعضك وتمشي من هنا زيك زي الكلب البلدي بالظبط، والتاني تعترف بكل حاجه وتعرفني الحقيقه الكامله وراء مجيئك ليا وتعرفني كل الاسرار اللي وراك. يا نهار ابيض، ايفان فعلا دلوقتي ما بيهزرش. جيروم ما كانش قدامه حل تاني غير انه يقول، وبالفعل بدا يقص عليه الحكايه. فقبل الاف السنين 5 من الحكماء الاشداء
لا، قاموا بتأييد ملك الفوضى وحبسه داخل الأسوار هو وجيشه. كذلك تم تدمير مفتاح اللوتس واللي هو السبيل الوحيد لنجاته. وطبعا أنا وبلو 10 كمان من الكائنات المقدسة كنا بنحمي الحاجز ده وبنعزز ختمه كل فترة. لكن وبعد آلاف السنين واحدة من المنظمات الشريرة والتي تدعى الشفق قدرت تجمع جزء كبير من مفتاح اللوتس، وزي ما أكيد خمنت دلوقتي هو ده سبب ضعف الختم وتسرب الشياطين للعالم البشري. يا نهار أبيض، بقى كل ده بسببكم يا شوية حسالة. لكن في الوقت ده كان لو في المكان الأثري والعمال شكلهم لقيوا المدينة المفقودة، بيطلب منهم التوقف عن التنقيب واستكمال الأمر في الغد، لكنهم مش بيسمعوا له. لا، بيقولوا له دي أوامر جدك. على طول بيتصل بيه وبيفهمه كل حاجة، لكن هل الموضوع هيعدي بالسهولة؟ لا والله. فبين طيات الظلام تحاك خيوط الكارثة. يا ترى ايه هيحصل معاهم بعد كده؟ وهل ده فعلا هو مكان مدينة جيان المفقودة؟ فهو ده اللي احنا محتاجين نعرفه. لكن في الوقت ده سيف ايفان بدأت تحصل له حاجات غريبة. الواد بيغمى عليه اول ما بيفوق. جيروم بيعرفوا ان القوة قد تم ختمها بسبب شيء غامض محدش عارف ايه السبب بالظبط. يا حلاوة، معقولة؟ بس ازاي كده؟ محدش عارف اي حاجة، وخصوصا ايفان اللي كان هيتجنن. يعني ايه بالظبط قوة اتختمت جوايا؟ انا فعلا مش فاهم اي حاجة. جيروم بيقول له انا كذلك مش فاهم برضو ازاي ده حصل، بس شكل كده الموضوع كبير جدا وانا وانت مش هنقدر نعمل اي حاجة دلوقتي. بيروح ساعتها للقارة الشمالية وهناك كان مستنيه عدد كبير جدا، محدش كان قاعد على بعضه مولعين من كتر الحماس، شغالين يهتفوا باسمه. والواد قال لهم انا هوريكم القوة اللي بجد. بيرجع رجله لورا على الارض وهوبا بينطلق باقصى سرعة عنده على حجر الاختيار اللي بدأ يشع ضوء غريب جدا. الناس فرحت اكتر وفارس السيف بقى قدوة. يا جدعان شفت يا اخي؟ يا سبحان الله والله، الناس بتهتف باسمه بصوت عالي وجيروم بيقول له فوق يلا. هو انت سرحت بتفكر في ايه؟ ولكنه كان بيفتكر مواجهته مع الشيطان الاحمر الجهنمي، وبيقول لجيروم انت اكيد كنت بتكذب عليا، انا هو المختار مش كده؟ قال له لا، انا المره دي على عكس كل المرات السابقه فانا بقول لك الحقيقه. فما فيش شخص بعينه يستاهل انه يتنادى باللقب ده. بيساله بعدها عن طريقه الفك الختم، قال له والله يا عم ما اعرف. الواد اصر عليه وفضل يحايله بدل المره 1000، لكن جيروم جات له فكره عبقريه. بيقول له تعالى نروح للعالم الموازي، وكل ما نهزم شياطين اكتر واكتر قوتك هتزيد والختم هيتفك من عليك اسرع واسرع. قال له يا ابني ما تشغلش دماغك عليا والنبي، انت اكيد مش عاوز تضحي بيا تاني مش كده؟ بيقول له لا يا عم عيب عليك، وهو اصلا كان بيفكر في كده. يا ابن الكدابه، فهو ده مخططه من الاساس. لكن نسيبنا منهم ونروح لزعيم منظمه البحث عن المدن المفقوده، واللي بيكون الراجل العجوز اللي باين عليه الحنكه ده. بيتكلم مع حفيده واللي هو مين؟ لوفان الماركليز الليلي. بيقول له ما لقيناش حاجه امبارح، الظاهر انه كان فخ واحنا شربناه ووقعنا فيه. طب ايه العمل دلوقتي؟ قال له يبقى لازم نتوخى الحذر، لان شكلها كده منظمه الشفق رجعت من تاني. في نفس ذلك الوقت بقى نشره الاخبار بتتكلم عن عاصفه رعديه جديده تضرب مدينه شينجاي في الصين. وفي حاله ما كنتش تعرف فدي هي نفس المدينه اللي منها ايفان ورفاقه. بس عارفين ايه؟ الاعصار ده مش ظاهره طبيعيه ولا حاجه، لا ده مدبر من قبل مجموعه من العلماء الخبثاء واللي هم جماعه الشفق. يا نهار مش فايت، دول شكلهم ناويين على خراب ودمار شامل. بس يا ترى ايه هدفهم من الاساس؟ لسه محدش عارف. يبدو ان هناك اسرارا تخبئها الايام وتتستر عليها الليالي. ايفان في الوقت ده كان في الشارع وفجأة بيشوف واحد واقع على الأرض وكأنه مقتول. بيقرب منه لكن الواد زي الفل مش شارب ولا حاجة. بيسيبه وبيدخل الزقاق اللي جنبه ويلاقي جين شغالة تقتل فيهم بكل وحشية. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايفان شاف كده ما قدرش يسكت، قال لها انا لازم ابلغ عليكي، لازم ابلغ عليكي حتى لو كنت عضوة في الفريق اللي انا فيه. اتمنى تسامحيني في حياة الناس مش لعبة زي ما انت فاكرة، لا مش بالسهل عليا اعمل كده، لكن انت عارفة القوانين كويس. البنت بتركب مكانتها ريسك كالعادة وبتقول له اسكت يا ابن المغفلة، روح بلغ القيادات وخليك هنا لا يجيلك برد وانت واقف ولا حاجة. بيقول لها تعالي هنا انا لازم اسلمك للعدالة. ما بيلحقش يبص وراه يا عيني ويلاقي العيال اللي ماتت قامت وبتتحرك من تاني. بيقول لهم يا شباب صباح الفل، هو انتوا بتمشوا وانتوا نايمين ولا انتوا صاحيين ولا انتوا ظروفكم ايه بالظبط؟ يا مغفل. بيمسك الجاروف وبيقول لهم اياكم حد يقرب مني، اللي هيقرب مني والله انا اخلص عليه. بيقربوا منه ولكن قبل ما يعملوا حاجة بتتدخل فتاة القناع الاخضر وبتقيدهم في
في اماكنهم. البنت دي في مستوى اخر خالص، فهي احد بيادق الزعيم العجوز، وهو اللي كلفها تيجي لهنا وتجمع معلومات عن اللي بيحصل في المدينه والظاهره اللي بتحصل دي. وشكل كده اللي بيحصل ده بسبب الشياطين واعوانهم الخبثاء اللي اكيد كلنا عارفينهم هم مين بالظبط. ايوه، هم منظمه الشفق واعوانهم. حاله المواطنين في المدينه شغاله تسوق اكتر واكتر، وجثث ضحايا في كل حته. وفي ذلك الوقت بتتعرض قصه الواد في التلفزيون، وكل الشركات بتطلب منه التوقيع معاهم في اسرع وقت. منهم طبعا شركه الانتاج اللي منها جين مو، والواد طبعا ما بيحبش البنات خالص، لا ده بيحبهم خالص خالص. علشان كده بيروح يتكلم مع مرعي السكرتير بتاعها، واول ما بيعرف المبلغ وانه هياخد 60,000 يوان مقابل انهم ياخدوا حقوق الطبع والنشر منه، بينهبل وبيوافق يدخل معاهم بكل بساطه. بيوقع له على طول، ومرعي هيتصدم حرفيا. ده وقع بدون ما يقرا بنود العقد. ايه ده، هو بالسهوله دي؟ بالسهوله دي. امتى بقى الفلوس هتوصلني؟ قال له هتاخد النص دلوقتي والنص التاني بعدين. خلاص يا عم انا موافق، وسابه ومشى. مرعي ساعتها بيخلع النضاره وبيتضايق جدا لانه حس ان ايفان بيستقل بيه. يا عم مرعي ده واد غلبان ملوش في الطور ولا في الطحين، اقسم بالله عبيط صدقني وما يعرفش اي حاجه. لكن في نفس الوقت ده بيجي اشعار لجميع الابطال بيامرهم بتفعيل حاله التاهب القصوى استعدادا للخطر القادم. العيال بيتجهوا فعلا لهناك، والواد لسه بيقول لهم مفيش حاجه هنا، لا اللي بيهجم عليه دول هم نفس البشر المصابين. البنت بتستلم الشويه دول، وايفان بياخد اللي على الجنب التاني. بينزلوا عليهم تلطيش، ولا رحمه ما عنديش. مش بيحلوهم، لكن اعدادهم كانت كبيره جدا ومهما قتلوهم ما بيخلصوش. واحد منهم بيحاصر الواد ده وبيركب فوقه، ولكن تفتكر ان ده هيحصل؟ لا 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 والله. بوم، جين بتتحول على اخر لحظه بتنقذه. جامده يا بت والله. بترمي على الارض وما لحقوش يتهنوا يا عيني، ولو الوحش الاسطوري ده وراهم. يا نهار ابيض، انت جيت منين يا عم انت؟ جين بتحس بطاقته الغريبه وكانت لسه هتتصدى له، لقيت الماركليز هو كمان بيسجل حضوره. بيرزع واحده بتجيبه لورا، وعلى الرغم ان الضربه كانت قويه جدا وعميقه، الا ان الوحش امن تاني وشكله كده واحد من الاسياد مش شيطان عادي، لا. جين بتنطلق عليه وبيتبعها كل من ايفان والجنرال الليلي. الثلاثه بيهاجموا من كل اتجاه، واحلى تحركات دي ولا ايه؟ ابلع يلا. يبلع مين؟ ده انتوا ليلتكوا طين. الشيطان ما بيتاثرش وبيوصل لدرجه عاليه من الجنون. يا نهار ابيض، ده انا هكسحكم يا شويه اوغاد ملاعين، فانتوا بالنسبه لي لستم الا حثاله. الله، هو انت جايب الثقه دي منين يا عم انت؟ الشباب بتهاجموا من تاني هجومهم الثلاثي المشترك، ولكن ده بيتصدى لها بسهوله، ويا دوبك بس بيظهر في المكان بيزلزله. مش بس كده، لا ده كمان اول ما الثلاثه سمعوه غابوا عن الوعي، وكمان اتحولوا لوحوش تحت سيطرته. يا نهار ابيض. ايفان وجين ولو فهموا اللي بيحصل دلوقتي، بقى انت تطلع سبب كل ده. انا مش هسيبك تفلت بفعلتك مهما حصل. الشيطان ساعتها بص له اللي هو بطلوا كلام، انا قدامكم اهو مش عايز اشوف غير افعال. الله، ده بيتحداهم يا جماعه. ايفان وقتها بيقبل التحدي وبيدخل عليه، لكن انت هتعمل بس ايه؟ الله يخرب بيتك. السيف خرج عن السيطره وراح اتجاه جين، والظاهر كده ان ده من البلاوي اللي عملها جيرون في السيف بتاعه. الله يخرب بيتك يا عم، هو ده وقت لعبه برضه. جين ساعتها بتفعل التعويذه اللي قضت على الشيطان الاحمر الجهنمي وبتحاول تختمه، بس هل ده بالساهل؟ لا والله. هو انت اتهبلت في عقلك ولا ايه؟ دي تعمل ايه قصاد الحجم ده؟ الوحش بيقوم صك سليم ما فيهوش اي حاجه، وبيهجم عليها بهجوم مميت. كده خلاص، دي شكلها النهايه. البنت كانت مصدومه متفاجئه، لكن فارس السيف انقذها في اللحظه الاخيره واخد هو الهجوم مكانها. يا ابن المجنونه، الواد اتكسح في الارض حرفيا من شده الهجوم، وجين حست بالاسى عليه. فهي طول الفتره اللي فاتت دي ما كانتش بتعبره ولا بتديله اهتمام زي ما هو كان عايز بالظبط. بتحس بالزعل من نفسها وقتها، بس ده مش وقته يا ست البنات. قومي كده وشوفي هتعملي ايه قصاد الحجم ده كله. لكنها ما بتلحقش تقوم، والوحش بينزل عليها باقوى هجوم. بس بوم، عندك يلا. هو له يا جماعه اداله بوكس فلاتون باك واحلى مسا عليه. ايوه يا صديقي، ما انا بتكلم انجليزي برضو عادي. العيال بتتصدم وبتفرح في نفس الوقت من تدخله. وعلشان نوضح بس، هو مش كان معانا في البدايه، لا فهو كان سابهم من شويه وراح يجيب المساعدات، علشان كده تدخله كان مفاجئ ليهم. ايوه كده يا واد، عاش عليك والله. بيعرفهم كمان انه معرفش يخرج من هنا، وده بسبب انه كل ما بيطلع يلاقي نفسه راجع تاني. والظاهر كده ان الوحش ده عمل حلقه اعاده الزمن للي يحاول يخرج
ولا حاجة. فارس السيف هو كمان بيحاول يقوم واتفقوا جميعا على الهجوم، لكن في نفس الوقت كان جيروم قاعد ومتعصب من نفسه. بيطلع انه زي ما توقعنا هو اللي بوظ السيف من الاساس. بيقول لنفسه انه ما كنتش المفروض اعمل كده، ما كانش لازم اذيه بعد ما تصالحنا على الاقل. لكن بعد ايه بس؟ انت ما تعرفش ايه اللي حصل بسببك. فالواد ده حاليا اتحط في مصيبة وممكن ما يطلعش منها على قيد الحياة. لكن نسيبنا منه ونرجع ساعتها لارض المعركة. الدنيا كانت ملهلبة على الاخر. الشيطان الضخم شغال يجري عليها بسرعة ورشاقة، واللي هو دي حاجة مستحيلة بالنسبة للحجم ده. بتسرح للحظة وهوب الشيطان يغفلها وهي مش ملاحظة، بيدكها في الارض وحرفيا بيطحن ابوها. اوبا بابا، ده كده خلاص بيطير في الهواء وخلاص هينزل عليها بالقضية. بس دي جين الهيكل يلا طاقتها بتخرج عن السيطرة، ونتفاجأ جميعا بمخلب عملاق. الشيطان بالعافية بيتفاداه ويلاقي لوفان هو كمان بيديه. الهجوم طبعا ما اثرش فيه، ولكنها كانت خطوة كويسة للوقت الحالي على الاقل. بيهاجموا من تاني ولكن ده جاب اخره خلاص. بيهجم عليه بوكس اطاح بهم ارضا، والشباب اكلوا الضربة دي وما كانوش لاقيين تفسير حقيقي لمقدار قوته الرهيبة دي. بيمسك جين بين صوابعه ودي عاملة زي البلية بالنسبة للحجم ده. ايفان بيزحف ويحاول يقرب منها، والشيطان كان خلاص هيخلص عليها، هيفعصها بين ايديه. الواد وقتها حس بخيبة امل وبيقول اي قائد انا، اي قائد يترك اعضاء فريقه يموتون بدون ما يحاول يعمل اي حاجة. انا كنت فاكر نفسي قوي ولكني طلعت حسالة بس مش اكتر. بس لا انا مش هستسلم. بيصرخ عليه وبيقول له وقف ارجوك. الشيطان ساعتها بياخد باله منه وبيدخل عليه وبيتصدى لهجومه. ايفان امن تاني هجم عليه وبوكسي في التاني شغال يديه. الوحش مع ذلك ما تأثرش وتفادى جميع الضربات، والاتنين بينهجوا من كتر التعب ومش قادرين ياخدوا نفسهم حرفيا. بس ده مش وقت استسلام. عافر يالا قوم اظبط الكلام. بيقوم فعلا وبيقوم بقوة اسطورية عليه، لكن بوم بياخد بنية بالطيارة. الضربة كانت قوية ومباشرة والواد ما استسلمش. بيحاول بس برضه الشيطان مش هيحلك، لا بيمسكه بين ايديه وشغال يعصره. الواد بيصرخ من شدة الألم. السيف بيتوهج وبيحرق ايد الشيطان، بيرمي بعيد والواد برضه مش بيستسلم، لا بيقول له انا المختار، انا الجبروت وزي النار، مش هسيبك تفلت مهما يحصل يلا، لن اتركك تحيا بعد ان اذيت اصدقائي. بيقوم بسرعة اسطورية وبيهجم عليه، وجين هي كمان بتتحمس من عزيمته، والاتنين بيقفوا في ظهر بعض بكل جمدان. المارتليز الليلي هو كمان اتجنن يا جدعان، بينضم لهم ودي خلاص بقت مجزرة فشخ ودك ودعك وكل اللي قلبك يحبه. لا بجد بيعملوا شغل تقيل، متعة للعين وحماس ليفل وحش يشغل الادرينالين. لكن برضه الشيطان بيقدر يفك نفسه، كان هيغفلهم من ورا بس الطبيبة بتاعتنا بتطير في المكان وهوبا بتفعل حاجز وبتحميهم، بتبعد الهجوم من عليهم وبتعالجهم في الحال، وبتقول لهم يلا خلونا نفشخكم حالا. ودلوقتي انا والجين هنثبتهولك وانت خلص عليه بسيفك يا ايفان. الواد بيقول لهم تمام، وفعلا بدأوا في تنفيذ الخطة الجنان. بيقيدوا فعلا ودلوقتي جدورك. الواد فعلا بيجهز سيفه وهوبا بينطلق عليه بسرعة البرق وبضربة من اللي هي بيخلص عليه. واخيرا عملوها الرجالة، بيقعوا على الارض ودي كانت مجزرة بكل معنى الكلمة. لكن ما علينا، الحمد لله انها عدت على خير، وكل ده بفضل مين؟ القطة البرية، البنت الشقية، الطبيبة الجهنمية سيليا. والله انا حاسس اننا طبلت لها زيادة عن اللزوم بس مش مشكلة، اهم حاجة اننا كسبنا المعركة. بينقلوا للعلاج والواد بيشوف ذكرياته مع ابوه وبيحاول يقرب منه كالعاده، ولكن بياخد احلى مليون فولت على دماغه. بيفوق مفجوع وجيروم فعلا كان قلقان عليه. وفي الوقت ده كمان تحديدا عند جد لوفان وقائد المنظمه مساعدته بتعرفه كل المعلومات اللي جمعتها عن الشيطان اللعين، واللي اتضح انه جنرال تبع جنرالات سيد الفوضى. اوبا بابا دي شكلها لا تبشر بالخير اطلاقا. الجد روشي بيقول لها المعارك الجايه مش هتكون سهله، لا وخصوصا في وجود المنظمه. احنا لازم نجمع اقوى فريق ممكن من الابطال علشان نقدر نتصدى لهم. البنت بتقول له اوامرك يا عم الناس، وهنا بيقطعوا الرجاله دول بيقولوا للجد انت في ايه يا عم؟ في ايه مالك كده؟ بقيت ضعيف وقلبك طيب كده ليه؟ ما انتش ملاحظ ان من ساعه ما ايفان بقى المختار والشياطين اللي بتهجم علينا بقت اقوى؟ عمرك تخيلت انك تشوف شيطان بالقوه دي قدام عينيك؟ طبعا لا، علشان كده احنا لازم نخلص من الولد ده ونقتله في اسرع وقت. ده حفيدك كان هيموت بسببه، ولا هو ما عادش فارق معاك ولا ايه؟ بيقول له اكيد
فارق معايا، بس على عكس كلامك لولا ايفان كان موجود في المعركة كان زمانه في عتاد الموتى دلوقتي. انت فاهم غلط، انا مستحيل اسبب للواد ده اذى مهما يكن. قال له انت بتهبب تقول ايه؟ انت نسيت ابو الخاين ولا ايه؟ خاين؟ اوبا بابا، هم يعرفوا ابو ايفان منين؟ ايوه، وبيتضح فعلا ان ابو ايفان يكون عضو من اعضاء منظمة الشفق. يا نهار ابيض، دي شكلي في حاجات كتير جدا هتولع الانمي، ولكن مش ده المشكلة دلوقتي. المشكلة في الشخص اللي عاوز يقتله ده. وبالمناسبة القائد اللي عاوز يقتل ايفان يدعى قيصر، واللي زي ما شفنا كده شكله عازم على قتله في كل الظروف. يا ترى هتعمل ايه يا ابني قدامه؟ الراجل فعلا بيروح لايفان المستشفى وبياخده على قاعة المحاكمة. بيقول له انا قيصر وانت متهم قدامي دلوقتي. بيقول له متهم مين بس يا بابا؟ اذكر الله وصلي على النبي كده وخلينا نتفاهم. بس للاسف قيصر ما عندوش تفاهم في قاموسه، بيكلمه بكل عصبية وبيقول له بتتواصل مع ابوك ازاي؟ يالا بتنقل له معلومات ازاي يا خاين يا ابن الخاين يا عميل انت. الواد ما كانش عارف يقصد ايه. بيقول له هو انت اصلا تعرف ابويا منين؟ بيقول له هو انت هتعمل عبيط عليا؟ هو مش ابوك برضه يدعى هونج؟ قال له ده اسم ابويا، بس هو انت تعرفه منين؟ هو انتوا اصحابه ده مقلب ولا ايه بالظبط؟ بس لو ليك عند ابويا فلوس فلا يا عم انا ما اعرفوش وماليش دعوه بيه، انا كحيان ويا دوبك بقضي مصاريفي بالعافيه. لما تلاقي يا عم بقى تعامل معانا ماليش اي علاقه. كنت سالتني ازاي بتواصل معاه، فحب اقول لك ان اخر مره شفت فيها كان وانا عندي 6 سنين، انا دلوقتي عندي 20 سنه، يعني بقالي 14 سنه ما شفتوش ولا اتقابلت معاه. كان لسه هيمشي ولكن ابن الهرمه بيثبته، بيحبسه في السجن الكهربائي ده، وهو كل ما يلمسه بيتكهرب. بيقرب منه بيقول له ما تحاولش ايها الخائن، يلا اعترف دلوقتي، قول لي بتتواصل مع ابوك ازاي؟ الواد زهق من كتر التبرير وقال له لا كده كتير بصراحه، قلت لك ما اعرفش اي حاجه، قلت لك بقالي 14 سنه ما كلمتوش. انت بقى لو مش مصدق فخليك راجل على الاقل وحررني وصدقني لا فشفش عن وشك في ايديا. بيقول له لازمتها ان ذهبها يا روح امك، انت خاين عميل انت ووالدك، وصدقني هموتك قدام عينيه. الله، الراجل ده حقد عليه بشكل مش طبيعي، وشكل كده ابو ايفان عاطيه خازوق محترم. لكن في الوقت ده لوفان بيعرف من جد روشي حقيقة اللي حصل وقتها، واللي كان من 20 سنه، وساعه ما كانوا بينقلوا المفتاح عشان يدمروه، وفجاه الطياره انفجرت وما نجاش غير 2 بس. ايوه، ابو ايفان الملقب بالكوكبه، واخو قيصر الملقب بنجم الشمال. ابوك الخاين يا ايفان وقتها قتل اخويا وسرق منه اجزاء المفتاح واداها للمنظمه. ايوه، ابوك خاين وقاتل يا ايفان. ايفان وقتها بيفتكر ذكرياته مع ابوه، بيرفض تصديقه، بيقول له لا ابويا مش خاين، ابويا عمره ما قتل نمله في حياته، ما بالك بقى بحياه مئات الاشخاص، انت اللي بتكذب عليا، ابويا عمره ما يعمل حاجه شكل كده. لا، بيعذبه اكتر واكتر، والواد مصر على قراره، ابويا مش خاين ولا ما اعرفش اي حاجه، واصحابي يقدروا يثبتوا صحه كلامي. بيقول له اصحابك ما تقولش الكلمه دي لانها بتثير اشمئزاز يلا. بيحاول يحطم ثقته في اصدقائه، وكذلك الجد روشي مع حفيده. لوفان بيقول له الخاين هو ابوه، اما ايفان فهو صاحبنا اللي ضحى بحياته علشاننا كتير قوي، كيف تعاقبه على ما ارتكبه اباه؟ قال له خليك بعيد احسن لك، خليك بعيد وما تعملش حاجه تسوء سمعه عيلتنا. ابن الهرمه هناك كان بيعذب ايفان لحد ما دمر اعصابه حرفيا، شغال يصعق فيه بلا رحمه، والواد فعلا ما بيعرفش يعمل اي حاجه، بيفقد الثقه في اصدقائه، وبيقول له محدش اصلا كان بيحبني، محدش هيجي يساعدني، انا بس اللي كنت بفرض عليهم نفسي مش اكتر، فانا الملام الوحيد على حياتي. يا ايفان فعلا الواد ده وحيد لابعد الحدود. ابن الهرمه لسه هيعذبه من تاني، والليل اللي بيمنعه. ايوه دي جين يا جماعه. الراجل بيقول لها هو انت هتعرضيني ولا ايه؟ بتقول له المفروض تستجوبه مش تعذبه كده، انت بني ادم مريض ومفيش انسان ليه حق يأذي انسان اخر. قال لها انسان؟ ده خاين ابن خاين. بيطلع سلاحه وبيهجم عليها، والبنت بتقول له لا انت غلطان، اي نعم انا مش بطيء ومش بحب اسلوبه المستفز ده، ولكن هو من انقذ حياتي، كيف لي ان اصدق ان من انقذ حياتي وخطر بحياته من اجل انقاذي هو خائن في النهايه. بتفادي هجمته، ايفان بيتحرر، الراجل بيحاول يهددها بخرقال القوانين وتلقيها العقوبه، لكن دي ما عادتش شايفه قدامها، لا بتشيل الواد اللي ما كانش قادر يقف على رجليه بسبب اعصابه المتدمره، وبتحاول تهرب بيه بس ده بيمنعها، كان خلاص هيدمرها، لكن ذات القناع الاخضر بتسجل حضورها يا جماعه.
المساعة دي كمان بتحميه وبتقول له من عطاك الحق تعمل كده. بيكسر قناعها واحذره. دي طلعت مين؟ ايوه هي الطبيبة سيليا بشحمها ولحمها. بتتصدى له جين بتاخد ايفان وبيهربوا من المكان في اسرع وقت، لكن الجنود بيحصلون من كل زاوية واتجاه، ولكن كل ده ولا بيفرق معاها. بتضحي بنفسها وبتنطر الواد ده لبعيد، وايفان بيسقط وهو عاجز عن الحراك. يسقط وهو يرى صديقته تضحي بحياتها من اجله. الناس ساعتها بدأت تناديه بالخاين وتحدفه بالبيض الفاسد على دماغه، والواد مش قادر يتحرك او حتى يقوم من مكانه، لكن وبطريقه ما بيرجع لبيته وبيقعد جنب الشباك حزين. جيروم بيحاول يهون عليه بكلامه الجميل، لكن انت بتعمل ايه بس؟ انت بتزود الطين بله مش اكتر. بيقول له طب خلاص افرح يلا، انا قررت وبعد تفكير عميق ان مش هضحي بيك علشان استعيد قوتي واساعدك تكون اقوى. ابسط يا عم، هو خبر حلو مش كده؟ الواد برضه ما بيردش عليه. كان في عيونه كميه حزن في العالم اجمع. وفي الوقت ده لوفان بيفتكر ذكرياته مع ايفان وبيتخذ قراره بالفعل. انا لا يمكن اتخلى عن صديقي مهما كان. وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم ايفان بيسيب البيت وبيختفي، وكان سايب لهم رساله بيعتذر منهم فيها وبيعرفهم مكان الاكل والنوم لو احتاجوا اي حاجه يروحوا لصديقه له وهو هيساعدهم. بيروحوا له فعلا والواد ما قصرش وبدا يدور عليه في كل مكان. كذلك جين بتمنع الفاسق ده وبتدافع عن فارس السيف قدام الجميع، والواد بيقول لها هو انت بتقولي ايه؟ ده حته خاين. قالت له عندك دليل؟ ويعني ايه خاين دي من الاساس؟ لسه هيرد عليها. قالت له اسكت خالص، انت ما تعرفش حاجه، ما تعرفش قد ايه الواد ده خاطر بحياته، ما تعرفش قد ايه كان بيعاني علشان يحافظ على حياتكم انتوا، ما تعرفش كم العزيمه والاصرار اللي بيملكها الولد ده. اي خائن سيعرض حياته للخطر بدل المره 1000 و2003 لانقاذ الاف الابرياء. هل حد منكم يقدر يعمل كده يا اللي ما انتوش خونه؟ محدش صح. انا ذات نفسي اعجبت بشجاعه الواد ده واقدر اقولها بكل ثقه. الواد ده استحاله يكون خاين باي شكل من الاشكال. وانت يا ريت تبطل شغل الحريم بتاعك وتبطل تنشر اشاعات. وفي الوقت ده كان ايفان بيتقاتل مع واحد مقنع من المنظمه. المقنع كان ضرب واحد من الهيئه وسرق منه الصندوق ده. ايفان بينطره منه وبيرميه في الميه وبينزل وراه لوفان وجيروم. هم كمان وصلوا على المكان. الصندوق الغريب ده بيطلع تسجيل للي حصل قبل 20 سنه. يا حلاوه كده كل حاجه وضحت. بس لا للاسف التسجيل والان وقع في الميه ما عادش شغال. لكن ايفان بيسيبهم ويروح على الجبال لاكتشاف حقيقه ما حدث في ذلك اليوم. وبعد القليل من الوقت وبيوصل عند الجرف ده وبيقول لهم ما تخافوش يا شباب، انا محظوظ جدا. وده لان المختار ما بيلحقش يكمل كلامه والحته اللي هو واقف عليها بتنفصل عن الحبل وبتنكسر. بيحاول يجري ولكن خلاص بيوقع وجين على اخر لحظه بتنقذه. بيتبرد عليها طبعا فبتقلبه على الارض. بيقولوا له احنا هنساعدك تلاقي دليل يثبت براءتك وبراءه ابوك. الواد بيشكرهم على ثقتهم ومساعدتهم ليه وبيقعدوا يتكلموا شويه مع بعض. بس وبينما هم يتحدثون بينفجر المكان ده وبينهار عليهم. ايوه دول اعضاء المنظمه. ايفان وقتها دماغه بتوجعه وبيفتكر انه جه هنا قبل كده. الزعيم بيأكد على كلامه. لو ساعتها بيتدخل وبيقول له مين انت يا عم وليه بتعمل كده؟ قال له انا جيت هنا علشان اخد ايفان بس، اما انتوا فتقدروا تمشوا ومش هاذيكوا في حاجه، فهدفي هو المختار. العيال قالت له مستحيل، ده انت بتحلم يلا. بياخدوا وضع القتال والزعيم بيقول لهم كنت عارف برضو عامل حسابي ما تقلقوش، انا عارف انكم مش هتيجوا غير بالعين الحمراء، علشان كده يا شباب روقوهم. بينزلوا عليهم وكل واحد بياخد واحد يروق عليه. جين بتفشخ اللي قدامها وبتروح على الزعيم وصوته كان مألوف جدا بالنسبه لها. بتديله على دماغه ودماغ اللي خلفوه واقناعه بيتكشف وعارفين ده طلع مين. ايوه هو ابن الهرمه مرعي مدير اعمالها. بتديله على عينه وبتقول له انت ازاي شرير كده؟ بس سيبك كويس انك ظهرت على حياتك يلا كده احسن برضه. بيكترهم معاها فبتديله على دماغه هجمه كمان وزعيمكم واقع يا شويه عهات. بتقيده بالحبل ولكن مرعي ما هزوش. بيضحك بكل هستيريا وبينادي على ورقته الرابحه شيطان النسر. بيهجم عليهم والعيال بتطير ومحدش بيكون قادر يشوفه من الاساس. ولكن جين عندها الحل. دي بتستخدم نوع من انواع السحر المظلم وبيقدروا يشوفوا الشيطان. بينزلوا على الارض ويا الهي منظر مهيب لابعد الحدود وشكلهم كده هيعانوا في قتاله. لكن سيليا بتقيده بسحر النبات وجين بتحاول تختمه ولوفان بتعويذه البرق وكلهم بيدوه. المكان بينفجر والغلابه كان فاكرين انه خلاص
مات. ولكن مت مين يا اولاد العبيطه؟ هو احنا لسه بدأنا اصلا. بوم بيردوا لهم الهجوم وجابهم كلهم على الارض. ما فاضلش واقف غير ايفان بس. الوحش ساعتها بيبص له باحتقار وبيهجم عليه بالرمح الخارق، وكان خلاص هيجيب اجله. ولكن انت ما تعرفش كم العقبات اللي مريت بيها كانت عامله ازاي. بيعافر وبيضغط على نفسه اكتر واكتر لحد ما بيقدر يرد الهجوم عليه. الشيطان صدها بسهوله بس الواد ايده بترعش من شده الهجوم اللي فات. سيليا بتعالجهم والشيطان سرعان ما ادرك خطورتها وبيختفي وبيطيرها قدامها. واحلى مسا عليكي. بيهبدها واحده بيكسر بيها الحبل وبيفتته. قوه جباره فعلا. بيدخل على الباب وبياخدها تكتك على السريع يا ربيع. والشيطان ده شكله ما بيهزرش. بيستلم فارس السيف بعدها وبيطلع ميتين امه. ضربات من فوق وضربات من تحت شمال يمين وفشخ ودمره بمعنى الكلمه. يكتفي بكده؟ لا والله. بوم بيديله واحده برق بتكسره. الشباب كانوا في منتهى الصدمه فكلهم ما كانوش قادرين يعملوا اي حاجه. ايفان ساعتها بيفقد وعيه. ومعقوله دي النهايه؟ والله. الواد بيشوف زمايله ورا منه متكسرين لا حول ليهم ولا قوه. وجين بس هي اللي بتقدر تقوم. بس هتعمل ايه يا حزينه انت؟ بوم في ثانيه واحده الوحش بيمسكها وكان خلاص هيفرتك دماغها. بس مرعي بيقول له وقف يلا، ما عندناش وقت للهطل اللي انت بتعمله ده. يلا ابدا في عمليه استخراج المفتاح من جسد المختار. الوحش بيقول له تمام. وبالفعل بيفعل تعويذه سحريه في الهواء وجسم ايفان اتخزوق من كل مكان. دي كده شكلها خلاص النهايه. لكن في اللحظه دي كان ايفان غرقان في ذكرياته. بيفتكر اليوم اللي ابوه تخلى عنه فيه وانه كان بيقاتل اعضاء المنظمه وسرق منهم المفتاح. بس فجاه واحد بيخبطه في ايده بيطيره منه. بتخبط ايفان وبتدخل جواه. وايوه هو ده اللي خلى ايفان هو المختار يا صديقي. الوحش بينتزع منه المفتاح اخيرا. بس بوم عندك يلا. ايوه هو ومفيش الا هو ايفان يا جماعه. الشيطان متفاجئ من قدره ايفان على الحركه بعد كل تلك الهجمات. لكن ملامح الواد اختلفت تماما. ده ما عادش ايفان اللي احنا عارفينه. لا نعم يا ساده، قد اختفى الولد المسكين واتى مكانه اسد العرين ايفان ابن المجانين. بيبص له عزيمه من حديد اللي هو تعالى لي يلا. الوحش ترعب من هالته. بيقول له انت ازاي لسه عايش؟ انت مستحيل تكون مجرد بشري عادي. قال له ده انا المفروض اشكرك يلا. شكرا علشان شلت الختم اللي كان بيختم قوتي. دلوقتي انا بمتلك قوه ليس لها مثيل. فسلم المفتاح بالهداوه كده وتعالى لي عشان هدوس على دماغك. الشيطان اول ما بيعرف انه المختار بيقول له سلم جيروم الوحش المقدس يلا. قال له على جثتي. وبوم بيحدفوا على حدوقه بينهيه. جين هي كمان بترجع للقتال وبتفشخ اللي قدامها. وابلع يلا. لوفان بيسجل حضور هو كمان والحرب اتقلبت يا جدعان. الواد بيفرح جدا ان زمايله لسه بخير. والشيطان ابن الهرمه بكل ما اتاهم القوه بيهجم عليه. ضربات يمين شمال بيديه. بس على مين يلا؟ ده عمك السندال. بيفادي هجماته بكل سهوله وسرعه ورشاقه مش مفهومه. لا ايه الجمدان ده كله؟ عاش عليك اقسم بالله. الشيطان بيدخل عليه بهجوم الكسح والمكان بينفجر وبيملاه الغبار. والشيطان كان فاكر ان ايفان انتهى بس ده عندها. ايوه انا صاك سليم وقدامك اهو. الوحش بيغضب اكتر واكتر وبيطير في السماء وكان خلاص هينهيه. بس فجاه حاجه السحر بيحيط بيه كمان بيعزز قوته. ايوه دي سيليا يا جماعه. ايفان بيفرح جدا انها لسه عايشه وبيدخل على الوحش بكل ما اتاه من قوه. بيفشخه بضربات من كل ناحيه واتجاه ومحدش عارف ينتصر على التاني. ده بيعاني وده بيعاني. ايفان بيندفع عليه بسرعه خاطفه وبيجيب دم منه. لكن هل بكده الموضوع انتهى يا زماله؟ لا ده استحاله. فالوحش بيقوم من تاني وبيستدعي طاقه ظلاميه مخيفه من السماء. ويا الهي القوه دي كلها بيهجم على الواد بيها. بس مين عندك يا حزين؟ فاحنا فريق الجامدين. الشباب كلهم اتجمعوا عليه وعينك ما تشوف الا الكسح في كل مكان. ضربات كسح مسح وتفاني. والشيطان مش بيصرخ لا ده بيعاني. جين بتقيده بالسلاسل وخلاص ما عادش ليك مهرب يلا. ايفان هو كمان بيقرب منه وبوم بيخلص عليه. بياخد المفتاح بين ايديه. وها قد تمت المهمه بنجاح. عاش فشخ اقسم بالله. القوه والجمدان دي كلها. لكن في نفس الوقت ده في المنظمه الشماليه كان الشاب ده بيحرض الناس ضد فارس السيف وبيطالب باعدامه. الناس كلها بتتفق معاه والجد روشي ومنظمه الهيئه في المكان. من بعيد بيحضر المختار ورفاقه وقد نال منهم التعب وحالتهم لا تسر عدو ولا حبيب. فدلوقتي واضح للعيان كم المعاناه اللي الشباب دي اتمرد بيها. الجد روشي بيعلنهم ابطال العالم رسميا. وبعد قرابه شهرين من المعركه الساحقه ايفان بيتجمع مع الشباب من تاني بعد ما تعافوا بالكامل. بيروح الموقع اثري جديد وهناك بيشوف الصدمه اللي بجد. ايوه ده هيكل عظمي الكائن هاجين شبه اللي لقيته الهيئه من 3 سنين. ده كمان لما قاسوا نسبه التطابق بينهم كانت 99%. الله طب ازاي كده؟ جين في الوقت ده كده بتحس بحاجه مقلوبه.
محذوفة وبتقرب من الهيكل علشان بتلمسه وهوبا هالة حمراء دموية بتظهر في المكان. البنت بتفوق للحظة وبتتسحب في البوابة اللي ظهرت من العدم فجأة. يا نهار ابيض. ايفان بيهر على انقاذها بس انت بتعمل ايه يا صاحبي؟ بس الوقت فات خلاص. صدمة خرجت عن حدود المنطق والثبات. فيا ترى المكان اللي هي راحت له ده وش معنى جين بالذات؟ وايه مصير والد ايفان؟ وهل فعلا هو الخاين ام انه بريء وكل اللي حصل ده اشاعات؟ ده شكل الموسم الثاني هيكون مجزرة، ولكن كالعادة يا صديقي لم يتم نزوله حتى وقتنا هذا، وما نزلش من الانمي غير الحلقات اللي احنا لخصناها، بس باذن الله اول ما ينزل اكون اول واحد ملخصها. علشان كده استنونا في الموسم الثاني من حكاية ايفان بطل السيف المغوار. ولو وصلت لهنا خد لك لفة في القناة، اوعدك انك هتتبسط صدقني. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.